يا مساء الفل، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان داخل علينا ومحتاجين كل يوم صنف حلويات جديد يبقى دايما محطوط كده على السفرة. النهاردة هنعمل مع بعض اولى حلقاتنا من سلسلة رمضان الجميلة وحلوياتنا الشرقية اللي دايما بنعشقها، وهي اساور الجلاش. هنعمل النهاردة الجلاش بطريقة جديدة جدا، طعم حلو قوي غير مكلف، بيتعمل كده في 10 دقايق ويبقى طعمه في منتهى الجمال. اتبع معايا الخطوات علشان تقدري ان انت تطلعيه في منتهى الجمال، وكمان التسوية المظبوطة هقولك على كل حاجة بالتفاصيل. لكن قبل ما نبدأ الفيديو، لايك وشير واشتراك لهبة تي في، ويلا بينا. اول حاجة دايما في حلوياتنا ان احنا دايما بنجهز الشربات وبنركنه على جنب علشان محتاجينه دايما يكون بارد. فاحنا هنحضر مع بعض الشربات الجلاش. عندنا هنا كوبين من السكر، زي ما يعادل كده ب 400 جرام من السكر. يعني ما عندكيش الاكواب تقدري ان انت توزني 400 جرام من السكر. هضيف عليهم كوب ونص من الميه، ما يعادل ب 300 جرام من الميه. يبقى كوبين من السكر عليهم كوب ونص من الميه. عندنا كمان هنا عصره ليمونه، يعني صغيره جدا، الليمون اللي هو الصغير مش الحجم الكبير. هنحوش بقى اي بذر منه موجود في الشربات علشان ما يدينيش كده مراره لما يغلي. هنبدا بس ان احنا نجيب معلقه او نجيب طبعا مضرب يدوي، ونحرك السكر بس كده من القاع. يا دوبك ان احنا مش ندوبه، لا يا دوبك ان احنا بس نحركه كده. وهناخد بقى الشربات بتاعنا نحطه على النار. هنا الشربات هيقعد على النار ما بين 10 ل 15 دقيقه. هو ما بياخدش معايا اكتر من كده. لو طبعا النار واطيه او مهديه النار هياخد ما بين 10 ل 15 دقيقه. لو النار عاليه يا دوبك هتاخد 10 دقايق. بعد ما غلب الشكل ده هنبدا ان احنا نطفي عليه تماما. وهنا القوام هتحس ان هو خفيف. لكن شربات الجلاش دايما بيبقى في الوسط، لا خفيف ولا تقيل قوي. هنبدا بقى ان احنا نجيب الجلاش بتاعنا. انا هنا بستعمل جلاش دهب. جلاش دهب بجد من اجمل الجلاش اللي انت تقدري تشتغلي بيه. ما شاء الله خامته حلوه قوي، العجينه بتاعته حلوه مش مكسره من جوه زي اي جلاش تاني. هناخد بقى كل ورقتين اتنين من دول، ونبدا ان احنا ندهنهم كويس جدا بالزبده. هنا نوع الزبده مهم جدا. احنا دايما بنشتغل فيه حلويات يبقى فيه زبده بلدي، في الزبده الصفراء اللي هي النيوزيلندي دي، او اللي هي بتتباع في السوبر ماركت، بيبقى كمان طعمها حلو جدا. حابه ان انت تحطي زبده على زيت مفيش اي مشكله. دهنا الورقتين كويس قوي وبعد كده طبقناهم على بعض. وهنبدا بقى ان احنا نقسم الجلاش ده لقطعتين باي سكينه موجوده عندنا. هنبدا ان احنا ندهنها لقطعتين. اهم حاجه ان انا ادهن الجلاش حلو قوي من الاطراف وكل الجلاشه علشان ما تتكسرش معايا وانا بتنيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بجيب عصايه الشيش طاووق وببدا ان انا اغلفها بحبه من البلاستر. وبعد كده بس ببدا ان انا الفها على ورقه الجلاش. طبعا هنا انا بخلي الورقه هنا مهويه شويه، ما بتكونش مكتومه، وبسيب في الاخر كده حوالي سنتي او سنتي ونص. بعد كده بسحب العصايه وببدا ان انا اتنيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. سهل جدا بجد. مره والتانيه والتالته هتبداي ان انت تعمليها في منتهى السهوله. بنجيب العصايه ونبدا ان احنا نلف عليها ورقه الجلاش، وفي الاخر كده بنسيب حوالي سنتي. شايفين ما شاء الله. تاني مره بتبداي ان انت كشكشيها على طول وبتسحبيها، بتتسحب معاكي بكل سهوله. ابداي بقى ان انت قفليها من الداخل كده مش من الخارج. واهم حاجه تضغطي عليها في القطعه اللي فوق دي او القطعه الاخيره علشان تقفل معاكي. اظن كده سهل جدا. نبدا بقى ان احنا نجيب ورقه كمان او ورقتين، واهم حاجه ان احنا نغلف ورقه الجلاش علشان خاطر ما تتكسرش معايا. كل ما تغلفيها كل ما تبقى معاكي لينه في ايدك وتكون طريه. طبعا قلنا قبل كده ان احنا ممكن ندهنها بزبده او ممكن تدهنيها بزيت عادي جدا. زيت ذرة. اهم حاجه نوع الزيت يكون نوع كويس، ما يكونش فيه ريحه، او ان انت بتحطيه في الفرن وبيخرج معاكي بيديكي كده ريحه مش كويسه. هنتني الورقه لنصين وبعد كده هنبدا ان احنا نقطعها لقطعتين. يبقى كده احنا تنينا الورقه لنصين، غلفناها، بعد كده تنيناها، وبعد كده قطعناها لنصين. هناخد كل ورقه من دول ونجيب بقى العصايه ونبدا ان احنا نقفلها بالشكل ده. اهم حاجه ان احنا نسيب الطرف كده حوالي سنتي في الاخر. اتنيها بقى بتتني معاكي بكل سهوله. سهل جدا بجد، وشكلها بيبقى ممتاز، شكلها كمان بيبقى حلو. كده هنخلص بقى كل الكميه بنفس الطريقه.
كده خلصنا كل كمية. طبعا الصاج ده بتاع الفرن الحراري، انا غلفته بورق من الزبدة، وبعد كده رصيت عليه الجلاش. اخد معايا لفة ونص من الجلاش، يعني انا كمان ما عملتش الجلاش كله، فاض معايا نص لفة. لفيتها وحطيتها في شنطة نظيفة، وحطيتها في التلاجة من تحت ترقد معاكي لاي حاجة تانية. هنبدأ بقى ان احنا نغلف كل الجلاش بتاعنا بالزبدة زي ما انتم شايفين كده بالفرشة بالراحة. بعد كده هنعمل ايه؟ هنبدأ بقى ان احنا نحشي الجلاش بتاعنا. عندك فول سوداني تقدري ان انت تحطيه، عندك مكسرات تقدري ان انت تضيفيه، اي نوع من انواع المكسرات نقدر ان احنا نحشي بيه. انا هنا جبت عين من الجمل، عين جمل. طبعا طحنته كويس قوي، وبعد كده جبت عليه حبه كده من جوز الهند او الزبيب. انا طبعا ما كانش متواجد عندي جوز الهند، فهحط الزبيب وقلبناه كويس قوي. وبعد كده هنبدا ان احنا نحشي بيه كل الجلاش بتاعنا. كل واحده كده هتاخد معلقه صغيره، وتبداي ان انت تحشيه وتضغطي عليه. اهم حاجه ان انت تضغطي عليه علشان في التسويه ما يخرجش منك، لان هنا طبعا كده احنا الزبيب حشينا اول ما الجلاش بيشم كله. النار هنبدأ بتحسي ان هو بقى بيدي قبل كده ما نفشه نبدأ في لف النار الجلاش وكمان بكون النور مجهزين وكمان الفرن. بنسخن فهنا انا ببدا الفرن ان على انا درجة اضغط حرارة عليه عالية. بالشكل ده، انا عندي علشان فرن لما درجة ندخله حرارته الفرن اعلى ما حاجة يدينيش 180. اللون ده طبعا على الاصفر حسب الاول نوع قبل ما الفرن الجلاش المتواجد بتاعنا. عندك فاول ما يستوي. بندخله الفرن كده بيكون ساخن، بيقعد في الفرن بقى ما بين 30 ل 40 40 دقيقه، يعني ما بين كده نص ساعه ل 40 دقيقه، ما بياخدش اكتر من كده. طبعا انا مولعه الفرن من فوق ومن تحت على درجه حراره هاديه، بياخد في الفرن طبعا ما بين 30 و 40 دقيقه. في الوقت ده كنت طبعا بجهز في الشربات. بعد ما نزل تماما بدات ان انا احط له بقى كيس من الفانيليا، وهنقلبه كويس جدا. شايفين ما شاء الله، يعني القوام بتاعه تحسي ان هو تقل كده، لان هو القوام بتاعه كان خفيف، وبعد ما رقت شويه بقى الموضوع كده بقى تحسي ان هو يعني سميك معاكي او تقيل معاكي. هنبدا بقى خرجنا كده الصينيه بتاعتنا، ما شاء الله يعني لونها حلو جدا، وكمان التسويه بتاعتها تسويه مظبوطه. انا كمان حاسه ان هي اتحمشت شويه، بحب اطلعه كده يكون لونه اصفر. اول ما يخرج من الفرن هنبدا ان احنا نسقيه الشربات بتاعنا. سقينا الشربات كويس قوي، وبدانا ان انا يعني اغلف كل حبه من الجلاش بالشربات، ونسيبه كده كحوالي 10 دقايق، نغطيه فوطه نظيفه علشان يبدا ان هو يتطرى معايا تماما. اهم حاجه ان انت تطريه، وبعد كده نبدا ان احنا نقدمه. كده الجلاش بتاعنا خلص تماما وغطيناه، وهنبدأ بقى ان احنا نحطه بقى في علبة التقديم، او نحطه طبعا في طبق التقديم. اي حاجة انت حابة تحطي فيها. تقدري كمان انت تحطيه في علب مغلقة وتشيليه في رمضان بقى يقعد معاكي يومين 3 بدون ما تقدري ان انت تعملي كل يوم صنف جديد. بجد يعني اساور الجلاش دي من اجمل الحلويات اللي انا بعشقها، كشكل كمان وكطعم، وكمان كوقت ما بياخدش منا وقت كتير. اتمنى ان شاء الله بقى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم. لايك وشير واشتراك لهبه تي في، وما تنساش ان انتوا تكتبوا لي في التعليقات، واتمنى كمان ان انتوا تتابعوني على كل منصاتي. اشوفكم بقى في حلقه جديده وفيديو جديد. باي باي.